ضربتين في الرأس توجع كولر في ورطة قبل مواجهة سيمبا التنزاني بعد غياب القناصي. تلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة موجعة قبل مواجهة سيمبا التنزاني في اللقاء الذي سيقام يوم الجمعة المقبلة، حيث يسعى كولر لتجهيز جميع اللاعبين لهذا المواجهة القوية. ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع طبيب الفريق الأحمر أحمد جاب الله من أجل الاطمئنان على لاعبي الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، وذلك قبل مواجهة سيمبا التنزاني في اللقاء الذي سيقام يوم الجمعة المقبلة. وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة حسام غالي إلى تنزانيا صباح يوم الأربعاء المقبل، حيث سيخوض الفريق الأحمر تدريباته في تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني، لا سيما أن الفريق الأحمر سيخوض مواجهة قوية ولا بديل فيها عن الفوز. وعلم أهلي نيوز من مصادره داخل النادي الأهلي أن